بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم في الدرس الثالث من دورة احتراف فن الاستوديوهات. بهذا الدرس مثل ما قلنا انه راح نناقش او نشرح كيفية تصفية الوجه باستخدام هذه الأداة الستامب تول. ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل وكيف راح نستخدمها لتصفية الوجه. طبعا بالبداية قلنا اول ما نفتح الصورة نحرر اللاير، ثم نحسن انارتها ثم الوانها. طيب نبدأ بتصحيح الإنارة. قلنا أول شيء نضغط كنترول زائد حرف L، نعلي الليفلز بالشيء المعقول، ثم نتعرف على أمر جديد اللي هو الكونتراكت. راح تلقون هذا التشيك يمكن ما موجود، تأشرونه، ثم نرفع الكونتراكت شوية حتى تظهر عندنا لمعة على الصورة. هذا الشكل نرفع هاي قليلا. لاحظتوا انه الصورة تحسنت ان الوانها 100%، العفو انارتها 100%، وحصلنا على وجه مهيئ للرتوش او للتصفية. مجرد انه نضغط كنترول زائد حرف في شوية نسحب اللون الاصفر مع اللون الاحمر، شيء بسيط، ثم نختار الاداة. القيمة اللي راح تشتغلون بها هنا خليها تكون كبداية لكم 40 او 45 ب 45، لازم القيم تكون مشابهة. انا عن نفسي لا، انا اشتغل 65 ب 65. انت شوية شوية راح تبدأ تصعد مع يعني مثل من راح تتعلم على هذه الأداة او تتعود عليها، راح تبدي تعلي القيمة لا تعبر ال 65. يعني مهما وصلت خليها 65 على مو شغلك يطلع واقعي ومرتب. بالرتوش نحافظ على مناطق الظل اللي هاي ظل وهنا ظل، مع الأنف، جوانب الأنف تكون بها ظل. راح نبدأ بالرتوش. الرتوش كيف نبدأ به؟ نضغط على الت، أول مرة نختار برش ناعم، ثم نخلي سايز بحجم مناسب، نضغط الت راح يتغير شكل الأداة، ثم ضغطة بالكليك ماوس الأيسر، ونبدأ كل ضغطة الت مع كم ضغطة بالماوس، 3 ضغطات 4 ضغطات بسرعة. ونبدي بالتصفية ما ناخذ منها وندب على هاي صفحة ومنها وندب على هاي صفحة، لا، كل منطقة ننظفها بمنطقتها حتى تبقى عندنا الألوان متناسقة. ننتقل للمنطقة الثانية. حافظ على المنطقة اللي تشتغل بيها، لا تشوه عملك، وإن شاء الله لا تستغربون أنه أول صورة أو ثاني صورة راح تطلع لكم مشوهة، لأن لازم تتقن الأداة. يلا تبدي تشتغل بها بالسرعة الكافية وتطلع لك النتائج اللي أنت تريدها. كنا بالبداية شوهنا صور وتعبنا، يلا بدينا نتعلم الأداة. فتلاحظون أنه أدخل زوم على المناطق، أختار أداة الباتش تول، وأرفع هاي القطع الصغيرة اللي المتبقية هنا، ثم ارجع لنفس الاداة، اضغط حرف اس بالكيبورد، راح ارجع لنفس الاداة وابدا اكمل الرتوش. الانف اصغر الاداة واخذ حافات الانف مثل ما تلاحظون. الظل ما يعني ما خليته يكون مخفي، بالعكس انا قويت الظل على مود تظهر هاي اللمعة عندي، اقدر اشتغل عليها براحتي. راح اكبر السايز شوية، ارفع السايز وابدي بهاي المنطقة. يعني كل كم ضغطة بالكليك الماوس الايسر معاها ضغطة بالالت بالكيبورد، ايدك خليها لا تفارق الكيبورد، ايدك على الكيبورد دائما، ايد اليسرى بهذا الشكل. ثم راح نصعد مرة للجبين ونبدأ نحسن هاي المنطقة بهذا الشكل. بعد الانتهاء من التصفية ممكن انه تختار اداة البرش وتخلي القيمة 30 ب30، واضغط الت اسحب لون ابيض من هاي المنطقة، اكبر السايز، ومو مشكلة انه اوزع هذا اللون على الوجه بحيث ما يكون قوي وواضح، على مود شنو اناسق اللون كله بحجم واحد وستايل واحد يكون بهذا الشكل. ثم نرجع على الكونتراكت، وراح نرفع الكونتراكت شوية،
بهذا الشكل، نحسن الصورة بهذا الشكل. ثم راح نختار امر جديد اللي هو image adjustment، ثم نختار selective color، ونختار اللون الرمادي ونرفع اللون الرمادي شوية. طبعا هي صورة واحدة راح تكون مصممة يعني بدون ما نصممها. بهذا الشكل. راح ندخل زوم على العين. على العين راح نختار أداة جديدة الواضحة أمامكم. ثم نصغر سايز، نصغر السايز، ونجي على هاي المنطقة نبيضها مثل ما تلاحظون. جاي تلاحظون الفرق، القيمة 50 مع المود. ونبدي نصفي العين بهذا الشكل. اذا من تضغط يطلع سواد مو بياض، اضغط الت، اضغط الت حتى تكون المسألة عكسية. واذا هسه حاب هو على البياض وطلع سواد هم اضغط الت، راح تتحول المسألة عكسية من بياض الى سواد. احنا حاليا رايدين نريد البياض، فما راح نضغط على الت. بهذا الشكل راح نرجع برا الصورة. لو حابين نرجع مرة واحدة قلنا نضغط كنترول زائد حرف صفر بالكيبورد، راح نحصل على صورة صافية ومعدلة إنارتها مع متناسقة من كل النواحي. لو حابين نضيف لمسة على الصورة انه نسحب لاير الصورة، ننسخ لاير الصورة، او نضغط كنترول زائد حرف جي راح تضاعف عندنا الصورة، او الكليك ايمن على الماوس نعطي دوبليكيت لاير. هواي ان هواي اوامر لمضاعفة اللاير. ثم نروح على قائمة نتأكد انه احنا مأشرين على اللاير الاول. نذهب الى قائمة فلتر بلر، الكاستمر بلر، نختار شوية هيك يعني شوية فلو يصير على الصورة قوي البلر. ثم نختار مود السوفت لايت، نقلل السوفت لايت شوية يعني خليه 60. ثم نضغط كنترول زائد شيفت زائد حرف يو، نسوي المود الاول ابيض واسود حتى يكون له تأثير بسيط على الصورة مع الالوان الهافتة قليلا. هذا درسنا ان شاء الله على شرح اداة التصفية الموجودة بالفوتوشوب. ان شاء الله بعدها راح نحكي كيف نصفي الوجه بالاكشن، الاكشن الجاهز، كيف راح نصفي الوجه بالاكشن الجاهز، وانتم تشوفون الطريقة الاسهل لكم والاروح وتشتغلون بيها. لهنا راح يخلص درسنا الثالث من دورة احتراف فن الاستوديوهات. كان معاكم اخوكم المصمم محمد عبد الستار.